النهارده هنعمل حلاوة المولد بطريقة سهلة جدا وبسيطة، شوية سكر صغيرين والنتيجة خطيرة. شوفي الفيديو للآخر وجربي وهتعرفي إن أحسن بكتير من الجاهزة، خفيفة كده وطعمها حلو جدا ومكوناتها بسيطة وكمان اقتصادية. بس قبل ما نبدأ، أنا اسمي إيمان، لو أول مرة تشوفوني اعملوا لي لايك وشير ومتابعة وما تنسوش تصلوا على النبي، ويلا نبدأ على طول. أول حاجة الأدوات اللي أنا هستخدمها الصينية والسكينة، وأي حاجة هستخدمها لازم أدهنها زيت وأكون محضرها جنبي، لأن الخطوات اللي جاية بتبقى سريعة جدا. وهجيب بقى الطاسة وأحط كوباية إلا ربع من السكر وربع كوباية من المية، وهحطها كده على أطراف السكر، وعصرة نص ليمونة صغيرة، ومعلقة كبيرة عسل أبيض أو عسل جلوكوز، أو ممكن تستغني عن النقطة دي بس علشان ما يسكرش، واحطهم على النار. مش هقلب خالص، أول ما السكر يدوب نبدأ بقى نقلب كده، النار تكون متوسطة علشان يستوى كويس. هنسيبها بقى لحد ما تبدأ تاخد اللون الذهبي الفاتح. هنختبرها ازاي؟ هجيب مية ساقعة متلجة، مش مية من الحنفية، تبقى مية ساقعة، ونحط فيها نقطتين ونختبرها. لو لقيناها لسه طرية وسايلة بتبقى محتاجة شوية كمان، بنستنى عليها وقت بسيط مش كتير، وبعدين بنرجع نختبر تاني لحد ما نجرب ونلاقيها كده ابتدت تقفش معانا او انها بتتكسر، يعني سهل انها تتكسر كده. خلاص. الكمية دي بتحتاج قد ايه؟ بتحتاج ربع كيلو من السمسم او السوداني او الحمص، اي حاجة من دول بتبقى ربع كيلو، يعني فيما يعادل كوبايتين، ولازم يكونوا سخنين علشان لما ينزلوا على الكراميل ده ما يقفش. انا النهارده هعمل ايه؟ هعمل كوبايه واحده بس من الفول السوداني وكوبايه من السمسم، يعني انا قسمت المقدارين وهقول لك هعمل ايه. بحط كل كوبايه منهم في طاسه وهسخنها على النار، وانزل عليهم بالعسل بعد ما اختبرته ولقيته ان هو بقى جامد. انا استخدمت سمسم ابيض وحطيته تحميصه على النار، وكمان السوداني كان محمص وسخنته، لازم يكونوا سخنين، وقسمت الكميه بالتساوي على الاتنين. خطوة تسخين السمسم والسوداني دي أنا عملتها أثناء مكان الشربات على النار. بنزل بقى على طول كده وهو سخن وبقلب. لو انتي مش متمكنة أو أول مرة تعمليها، اعملي مقدار واحد بس، يعني كوبايتين من السمسم على كمية العسل دي، وبتنزل على طول لأن هي هتشد معاكي بسرعة. لو انتي بقى عايزة تعملي زي كده، بتاخدي كل طاسة منهم على نار هادية وتقلبي لحد ما يفك معاكي، لأنها هيقفش بسرعة. وبعد كده بتحطيها على الصينيه اللي انت محضراها ودهناها بالزيت، وتسويها كويس وتقطعيها وهي لسه دافيه، علشان لو ما قطعتهاش وهي لسه دافيه بعدين هتتكسر معاكي. هتلاقيها بالصوت تتفرد معاكوا ازاي، تكي عليها كده وسويها بالسمك طبعا اللي انت عايزاه. وبعد كده بتقطعي زي ما قلت لكم المقدار اللي انا عملته، كوبايه الا ربع من السكر وربع كوبايه ميه وعصره ليمون ومعلقه عسل. ده بيحتاج كوبايتين من السمسم او السوداني او الحمص، يعني فيما يعادل ربع كيلو. وبس، وسبتهم يبردوا شوية أقل من 10 دقايق، كانت النتيجة اللي انت شايفاها دي. تماسك على طول ومقرمش، طعمها حلو جدا وخفيفة، وكل ما بتعملي الحاجات دي رفيعة كل ما النتيجة بتاعتها بتبقى أحلى، وطعمها كمان بيبقى أحلى. بس كده، جربي بقى الطريقة دي وقولي لي رأيك في التعليقات، وابعتي لي تطبيقك على جروب وصفات إيمان أيوب. أشوفكم الفيديو اللي جاي على خير، واوعوا تنسوا اللايك والشير، وبألف هنا وشفا.